السلام عليكم ورحمة الله. بغيت نشير لواحد الظاهرة انتشرت بشكل فظيع في المجتمع ديالنا، وفي الحقيقة تقلق راحتنا وراحة أسرنا وراحة مقربينا ومن يجالسنا. الكلام الفاحش، الكلام البذيء، الكلام القبيح. الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يقول لك: لو عد الرجل كلامه من عمله لقل كلامه إلا فيما يعنيه. واي كلمه كتلفظ بها اخي الكريم، اختي الكريمه، راه كتكتب في الصحيفه ديالك، خايبه ولا زوينه. الكلمه الطيبه صدقه، والفم اللي غادي ينطق بالزمر ينطق بالتمر. علاش الانسان تيقول الكلام الفاحش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، والله عز وجل قال في القران: وقولوا للناس حسنا. نتعلموا نغربلوا الكلام ديالنا. المشكله ناس كبار في السن وتيقولوا الكلام الفاحش.